النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل افكت الماتش كات على افتر افكت. اول حاجه نعمل نيو كومبوزيشن مدتها 5 ثواني على الاقل، عشان الماتش كات دايما بيعتمد على السرعه. هنيجي هنا نحط الصور اللي احنا عايزينها، نحطها هنا، ونعمل ما بين كل ورقه وورقه او مشهد ومشهد 10 فريم. بنمشي 10 فريم، كنترول شيفت سهم يمين. بعد كده نيجي على الورقه التانية دي ونقطعها، كنترول حرف الجيم عشان نقطع الجزء الشمال. وهنمشي 10 فريم كمان ونتك كنترول جيم 10 فريم، ونقطع كنترول جيم. وطبعا لو عايز تزود مشاهد تانية تقدر تزود ما بين كل فريمات، حتى ال10 فريم ممكن تخليها 5 فريم لو عايز تخلي الموضوع أسرع. بعد كده هنيجي هنا نعمل سكيل ونشوف الكلمة اللي عايزين نعمل عليها هايلايت، زي مثلا كلمة كرياتين. هنيجي هنا نتك كنترول ار، هيظهر العداد اللي فوق ده. هنسحب من فوق كده لتحت، بحيث ان احنا نعمل ماتش كويس. بعد كده نيجي من ناحية الشمال نعمل كده ونعمل كده. كده احنا حطينا كلمة كرياتين عشان نعمل عليها الهايلايت. نيجي هنا برضو نعمل سكيل ونحط كلمة كرياتين في بحيث ان هي تظهر مع بعض كده. تمام. والتالتة نفس الحكاية. كده احنا عملنا كلمة كرياتين في نص المربع بالظبط، بحيث ان يكون الهايلايت عليها هي. طبعا نقدر نحط افكت الورقة بحيث ان الموضوع يظهر كأنه. نيجي هنا نغيرها المالتيبلاي او اوفرلاي. لا، مالتيبلاي، بحيث ان الموضوع يبان كأنك بتعمل هايلايت على ورق. هنيجي هنا نعمل نيو نال اوبجكت، وهنربط كل ده بالنال اوبجكت بحيث ان احنا نقدر نحركهم كلهم. نيجي نعمل هنا سكيل، نتك حرف اليو، نيجي لحد هنا كده، وبعد كده نعمل زوم ان بحيث ان الموضوع يبقى ماشي كده. طبعا نقدر نحط افكت ورق كمان عشان برضو الموضوع يبقى ايه. دي ممكن نخليها اوفرلاي بحيث الموضوع يبقى غامق كده. طيب، كده احنا خلصنا الماتش كات. عايزين بقى نعمل زي هايلايت كده على الكلمة دي بالظبط. هنيجي هنا على البين تول. بعد كده هنخلي الفيل مفيش فيل. الستروك ممكن 13. واهم حاجة تتأكد انك مش ضاغط على اي حاجة بحيث انها ما يعملش ماسك على الحاجة اللي انت ضاغط عليها. وهنيجي نعمل كده. ممكن نزود الستروك شوية. تمام. وهنيجي هنا نعملها overlay او multiply احسن. هنيجي هنا نعمل trim بس. نيجي عند الاند نعملها 0. بعد كده نيجي هنا وبرضه هنربط دي بالنال اوبجكت بحيث انها تطلع بالشكل ده كده. كده احنا عاملين هايلايت على الكلمة بس. نقدر كمان نعمل new adjustment layer. بعد كده نحط على effect الجاشن بلور. نيجي هنا وهنتك كي فريم، تضغط حرف اليو، نمشي شوية بحيث إن يحصل بلور كده، بلور على كل الكلام اللي حواليها بحيث ان يكون ايه في ظاهر الكلمة دي بس. وهنيجي هنا عند الماسك وهنعمل هنا كده. بعد كده هنفتح الماسك وهنتك على invert، ونيجي على الماسك فيزر نعمله شوية بحيث ان هو يظهر بالشكل ده كده. ممكن كمان هنا نضيف effect CC vignette، خلي الموضوع ايه قليل شوية، 8 مثلا. ونيجي هنا ونبدأ نزود النسبة شوية بحيث ان برضو الهايلايت يكون اكتر على الكلمة.
هنيجي كده نشوف النتيجة. طبعًا كده الإفكت هيكون جاهز معانا، وناقص بس إن إحنا نحط له الsound effect. كده مش ناقص غير إن إحنا نحط الكاميرا shutter، وبرضه إن شاء الله هاسيبها لكم من ضمن ملف الملحقات في الdescription. طبعًا دي النتيجة النهائية بعد ما حطينا الsound effect. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.